وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وأنا بكتابك الذي أنزلت. يا صباح الورد، يا صباح الفل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة يوم جديد وروتين جديد، يا رب كده يجعل يومكم كله خير وصحة وسعادة ورزق يا رب العالمين. النهاردة بقى يا بنات عندنا روتين خفيف كده. هنروق مع بعض ونرتب البيت مع بعض، عشان احتمال يمكن حماتي تجيني بكرة، فانا قلت كده ارتب البيت واظبط الدنيا عشان ما يبقاش ورايا حاجة كده، ابقى قاعدة معاها ويدوب نعمل الاكل كده ونقضي وقت جميل مع بعض. اول حاجة كده قمت يا بنات من النوم على صوت الجنايني. الناس اللي هي بتنظف الجنينة، احسن حاجة هنا بصراحة ان هما بيهتموا بكل حاجة في الجنينة وكمان الزراعة وكده. بس كده قمت بقى عشان خاطر افتح كل الشبابيك. وبحب كده اول ما اقوم، بالذات اليوم اللي هو بيبقى النهارده بقى هنضف والنهارده هكنس وكده، اروح بقى مفتحه كل الشبابيك، اخلي كده الشمس تدخل البيت والهواء الجميل كده يدخل البيت. بص المساحات ما بين العماير، كل ما بين عمارة وعمارة مسافة كبيرة، فبيخلي الهواء كده جميل جدا. بس كده. وعندي المطبخ بقى، يعني انا غاسله المواعين من امبارح بالليل، فما عنديش مواعين كتير، يا دوب الولاد جم من المدرسه وقعدوا بهدلوا البوتاجاز بالرده بتاعه العيش. يجوا بقى ماما احنا جعانين، سندوتش جبنه، سندوتش مش عارفه ايه، نسخن العيش نبهدل البوتاجاز بالرده. فالولاد لما بتدخل المطبخ ربنا يهديهم يا رب جميعا، بيقعدوا يبهدلوا الدنيا، بالذات الردة بتاعة العيش دي. مع اني يعني انا لما بنجيب العيش بقعد كده يعني انفض الردة من العيش عشان خاطر لما اجي اطلعه ما يبقاش فيه ردة كتير، لان احنا عارفين بقى يعني احنا قاعدين، فبجيب العيش الكمية بحطها في الفريزر. بس هنا بقى هنلم الغسيل. عايزه اقول لكم بقى ان هنا الجناين بصراحه بتتنضف بطريقه كويسه. وجنايني كان النهارده الصبح عمال يقص في النجيله ويظبط الدنيا. هنا احسن حاجه يا بنات ان بيهتموا كمان بالاماكن الداخليه مش الخارجيه بس، يعني مش اللي هي على الواجهه، لا كل الجناين عند كل عماره بيقعدوا بصراحه يعني يظبطوا الامور وكده. ما بيخلوش حاجة ولا زبالة ولا الشجر يبقى اوفر ولا اي حاجة. بيلموا حتى الزبالة لما بيقصوا كده يقوموا لمين كمان الزبالة وبيشيلوها، ما بيخلوش حاجة بصراحة. بس كده. وفي كمان ناس بتيجي تمسح السلالم تبع الجهاز وكده، فهم بيجوا يمسحوا يعني السلالم كل يوم في الاسبوع وكده. هنا بقى هنمسح البلكونه من التراب. عايزه اقول لكم كمان انا روقت النهارده، كان عندي جارتي وانا قلت لها انا هقول لهم في الفيديو ان انتي بوظتي الشقه بسبب التراب. كانت بتقص الرخامه، كانت بتعمل رخامه المطبخ عندها وكده، ف بهدلت الدنيا تراب عندي وعندها. قلت لها يلا بقى مش مشكله، ده انا هقول لهم في الفيديو ان انتي بهدلتي الدنيا تراب وانا همسح بسببك. يلا هنا بقى الحمد لله كنا خلصنا البلكونه، وكمان نرتب الانتريه. هو مفيش شغل كتير، يا دوب هنكنس كده ونظبط الدنيا. بعد بقى ما خلصنا الكنبه وظبطنا كده الامور، نلمع كمان الترابيزه بتاعه الشاشه. كذا حد سالني يا بنات على الترابيزه الصغيره. الترابيزه الصغيره والترابيزه المدوره والترابيزه اللي عند الكنبه دول الطقم مع بعض، والله جايباهم مع بعض طقم بتوع هم اصلا بتوع الانتريه، مش يعني مش شاريهم لوحدهم، حتى الطقم انا مش شاريه لوحده. وكان في المعرض كان في المعرض حد بيبيع اطقم الترابيزات كده مع بعض يعني. كان كمان اللي انا جايبه منه ترابيزه الشاشه دي، عنده برضو ترابيزات كتير جدا بتبقى اقسام. انا لما روحت المعرض لقيتها يعني حد بيبيع بس الترابيزات، حد بيبيع غرف النوم، حد بيبيع انتريهات كده يعني.
فجبت الترابيزه من عند حد، يعني من عند واحد، والانتريه بالترابيزات بتاعتهم من عند واحد، والكنبه اللي جوه جايباها من عند واحد تاني. بس هما كلهم كانوا في المعرض اصلا يعني. معرض دمياط كانوا عاملينه في الشيخ زايد لفتره، وبعد كده بعد ما خدوا الفتره بتاعتهم اللي كانوا فاتحينها في الشيخ زايد، نقلوا في مدينه نصر في التجمع تقريبا، كانوا فاتحين المعرض هناك. مش عارفة بقى بعديها بصراحة يعني عملوا المعرض تاني ولا لأ في القاهرة يعني عامة. بس كده. حد سألني على القماشة بتاعة فرش الانتريه. قماشة فرش الانتريه دي قطيفة على لكرة كده، هي بتمط لما هي تحسي ان هي عشان بيبقى فيه استك تحت في التفصيل من تحت، بتيجي تلبسيه. لما اجي افرش الكنبه ان شاء الله هعمل لكم فيديو وانا بلبس الكنبه عشان تشوفوا برضو يعني الفرش بحطه ازاي على الكنبه وكده. هي بيبقى عليها استك من تحت وبتيجي تركبيه بيشد. هو يعني هو اصلا يعني قماشته القماشه بتاعته بتمط، فهو قطيفه من بره قطيفه، بس هي قماشه القطيفه بتاعته بتمط، بتاخد بقى الوضع بتاع، بتاخد الشكل بتاع الانتريه بصراحه. هنا بقى نضفنا وقلبنا كده حروف السجاد ولمعنا الدنيا وظبطنا. مع اني كنت قافله الباب يا بنات وهي بتعمل الرخامه، بس يعني الرخام بيبهدل الدنيا عامه يعني. حتى كان في الشقه لما كنا بنعمل الرخام في المطبخ بهدل الشقه خالص يعني. انا تعبت. كل مره كنت اجي الشقه قبل ما اجي اقعد يعني كنت كل مره اجي امسحها بالخرطوم، بس من بعد ما حطيت بقى العفش وكده ما بقتش بصراحه بقى امسح بالخرطوم خالص، لان مش هينفع. قلت لكم قبل كده ان الميه بتتراكم في كل مكان يعني، بتدخل الاوض، تجيبي من الصاله تدخل على الاوض، فما كانتش بصراحه السيراميك بتاعها الميل بتاعه مش كويس. هنا بقى خلصنا الصاله ورشينا المعطر بتاعنا وظبطنا الدنيا وكل حاجه كانت زي الفل. هندخل بقى على اوضه الولاد، هنظبط بس كده ايه، هنطبق البطانيه ونشيل الملايات ونظبط الامور كده. كمان يا بنات انا لسه كنت اصلا فرشه الملايات دي امبارح، انا عامله لكم الفيديو بتاع امبارح، حتى الفيديو ده النهارده انا بنزله لكم في نفس اليوم يعني. انا بنزل الفيديو، انا بصور في نفس اليوم وانزله في نفس اليوم. خلصنا بقى السرير وطبقنا البطانيه، وكمان هنكنس الارض عشان ما يبقاش فيه اي حاجه. عايزه اقول لكم ان انا لما بفرش الملايات انا بعمل تحت السراير، بس بصراحه مش يعني مش بصور المقطع ده يعني، بخليه عشان ما اخدش وقت طويل في الفيديو واطول عليكم الفيديو كده. هنا بقى بعد ما خلصنا بقى وظبطنا الدنيا بصوا المنظر تحفه من الشبابيك. عايزه اقول لكم ان الشبابيك كلها على صف واحد، الثلاث اوض على صف واحد. خلصت كمان اوضه بنوتي حبيبتي، وبعدين هنكنس بقى الارض بتاعتها. فطبعا السرير هنا زي هنا، وزي ما نفضت السرير هنا نفضت هنا، وفرشت تاني الملاية عشان كنت فرشها امبارح فما لحقتش يعني تتبهدل وكده. وكمان عشان احنا قعدتنا في الصالة، فلما بنقعد في الصالة الدنيا ما بتتبهدلش في الاوض، يا دوب يعني بيخشوا الاوضة على النوم بس. دايما مخليين قعدتنا في الجزء اللي هو بتاع الكنبة ده، اللي هو عند الشاشة. ف فدايما بيتبهدل بسرعة، الكنبة بتتبهدل بسرعة، عشان كده بشيل الفرش بتاعها بغسله دايما يعني. كل كام يوم كده اشيل الفرش اغسله. هنا بقى خلصنا اوضة بنوتي والحمد لله، وخلصنا الصالة وخلصنا الأوضة التانية بتاعت الولاد. والمنظر كالعادة بوريهولكوا برضو من الشباك التاني. شكرا على الافكار اللي انتوا اديتوهاني يا بنات بتاعه الغرف، ازاي اعمل السراير وكده. بشكركم جدا والله على ردكم ليا وكلامكم الجميل اللي بيخليني اتشجع كده واستمر. هنا بوريكم ان الطرقه فيها رطوبه، حد قال لي ان الطرقه ليه فيها رطوبه. هنا بوريكم الطرقه فيها رطوبه. انا كنت متخيله الجنب اللي هو عند باب الحمام ده، كنت متخيله ان هو من التسريب بتاع الحمام قبل ما نشيل السيراميك وقبل ما نشيل البانيو اللي كان متركب في الشقه اول ما استلمنا، بس طلع الناحيه التانية كمان فيها رطوبه. هقول لكم ليه دلوقتي، بس بوريكم دلوقتي هنا
باب اوضه النوم بعد ما احنا ضيرناه، خلينا اللي بره جوه واللي جوه بره. في الحلق يعني شلنا الحلق بتاعه وضيرناه، بقى الباب بيفتح على بره كده، لان كان في حد عايز يشوف الباب ازاي انتي فتحتيه على بره. وفكرة حلوة، هي فعلا فكرة حلوة، بتخلي المساحة جوه في الأوضة، بتستغل الحيطة اللي كان بيفتح عليها الباب دي، عشان انا هحط فيها دولاب اوضة النوم. فانا لسه ما جبتش كمان اوضة النوم، فلما اجيب اوضة النوم هحط الدولاب في الحيطة اللي كان بيفتح فيها الباب. انا بوريكم هنا الباب بيتقفل لجوه وافتحه على بره، اداني بقى بصراحة مساحة حلوة جدا ان انا استغل الحيطة دي. شفتوا الرطوبة يا بنات عاملة ازاي في الحيطة؟ من مكان الحمام، البانيو الارضي اللي كانوا حاطينه في الحمام قبل ما نشيله كان مفرغ اصلا، والسيراميك حواليه كان مفرغ، فكان بيعبي ميه، فانا قلت تراكمات. اقول لكم بقى الرطوبه ديت من ايه؟ احنا لما جينا استلمنا الشقه كانت متمعجنه تمام، فهي المعجون بتاعها ما كانش نضيف. جوزي بيقول لي يعني ان على حيطه زفره، هو فاهم بقى الكلام ده، انا مش فاهمه يعني ايه. تقريبا معنى الكلام ان الحيطه ما كانتش نضيفه وهم معجنوا عليها، عشان كده بيقب البياض، يعني البياض بتاع اللي احنا عملناه بيقب ويطلع من مكانه ويقع. فاحنا قلنا خلاص بقى مش مشكلة، لان احنا معجننا حاجات بسيطة في الشقة، وبعد كده صنفر، وبعد كده دهنا بصراحة. فما كناش وقعنا اللي هو كانوا عاملينه الاول، المعجون اللي كانوا عاملينه الاول احنا ما وقعناهوش، احنا يدوب لقطنا حاجات كده بسيطة في الشقة. فقلنا مش مشكلة بقى ايه، كده كده قبل ما نجيب الاوض الخشب وكده هنظبط الامور دي كلها، هنوقع بقى البياض اللي واقع ده كله ونمعجن مكانه ونظبط مكانه. وعايزه كمان ادهن اوضه النوم يا بنات، عايزه ادهنها ويعني اديها وش نظافه، وادي وش نظافه كمان للاوض قبل ما اجيب الاوض الخشب واحطها. حبيت برضو اكلمكم على النقطه دي. دخلنا بقى المطبخ، واول حاجه بقى نشغل الغساله عشان قبل ما نخلص الشقه تكون الغساله خلصت كمان. هنا بقى انا مخلصه المواعين والحمد لله، يعني ما عنديش مواعين، هرتب بس المواعين اللي انا كنت غسلاها دي، وهننضف كده الرخامات وهننضف البوتاجاز عشان نخلص ونعمل الاكل. حد يا بنات كان هنا بيسألني رخامة الحلة بتاعت رخامة الحوض مقاسها كام؟ هي 75 في 45، ده المقاس بتاع الحلة بصراحة. كبيرة حلوة غويطة، بتاخد كمية كتير من المواعين، جميلة جدا. الاستانلس بتاعها كمان نضيف والله، كانت غالية مش رخيصة يعني. بصراحة انا محبتش السمارت اللي هي فيها حنفيات وشغل كتير وكده دوت، انا محبتوش بصراحة، بخاف الحاجات دي تبوظ بعد كده. فاحنا بس غيرنا رحلنا الخلاط بتاع المية ده، الحنفية يعني، كسرنا البلاطتين شلناهم، وبعد كده رحلنا الحنفية شوية عشان يبقى الخلاط في النص، يبقى في نص الحلة يعني. بس كده بقى هنرص كل المواعين والحمد لله. هنشيل بقى مكان المواعين ونغسل كمان الصفاية بتاعة الاطباق. كل شوية بقى لما نغسل المواعين نشيلها ونقعد نصفيها كده عشان ما تعملش تراكمات تحتيها، يعني يبقى في مية او كده. مع ان ما شاء الله والله اللي عامل لي الرخام حتى لو تلاحظوا ان تحت الصفاية ناشف اصلا مفيهوش مية، اللي عامل لي الرخام ما عنديش المية بتتراكم في الاركان بتاعة الرخامة يعني. عايزه اقول لكم ان انا بجد بجد والله مبسوطه جدا جدا بالكومنتات اللي انتوا بتقولوها لي، ودعواتكم الحلوه اللي انتوا بتدعوها لي، وكلامكم الجميل اللي بيدخل القلب كده على طول. والله انا مبسوطه ومتشجعه بيكم، وانا بحبكم في الله. ويا ريت انا اتمنى لو انا اعرف كل حد كتب لي كومنت حلو، يعني انا اعرفه كده معرفه شخصيه وقابله والله العظيم.
ربنا يا رب يسعدكم جميعا ويفرح قلوبكم دايما ويكرمكم ويرضيكم يا رب العالمين، وتفضلوا كده دايما معايا وجنبي واحلى اخوات في الدنيا. عايزه اقول لكم الزمزميه دي بتاعت ابني، وابني كسرها ما بقاش الغطا بتاعها بيقفل، فبس هي سليمه والله ما فيهاش حاجه. كنت جايبه الحاجات دي من الحاجات الادوات اللي هي البلاستيك دي من مستورد. عارفين مستورد؟ عارفين يا بنات اللي هما بتوع البلاستيك اللي هناك؟ انا بجيب منهم حاجات من هناك، حاجاتهم جميله جدا هناك. عايزه اقول لكم ان انا عندي ديب فريزر في الشقه التانية، بس بصراحه ما جبتوش عشان المساحه. اللي قاعدين يعني في شقق الاسكان الاجتماعي ردوا عليا وقولوا لي انتوا جبتوا يعني اللي عنده ديب فريزر حطه فين، وحاطينه، ولو حاطينه في الاوض حاطينه ازاي مع السراير؟ اقترحوا عليا بصراحه، عشان انا يعني انا سايباه في الشقه التانية، ولما بحب اخزن اعمل خزين او كده يعني بروح الشقه التانية هناك اقعد اعمل فيها، وكمان فيها غاز. فبتشجعني ان انا اروح اعمل مثلا صلصة طماطم كده هناك، واسيب الحاجة هناك، ولما احتاج حاجة اجيب من الفريزر من هناك. فقولوا لي حاطين الديب فريزر فين، وحاطينه في المطبخ ولا حاطينه في الاوض؟ لان بصراحة انا ما جبتوش من هناك، فسايباه زي ما هو هناك. هنخلص بقى الرخامة كمان الناحية التانية، وكمان هنعمل البوتاجاز زي ما قلت لكم. والله مضايقني موضوع الديب فريزر اللي انا سايباه هناك، لان الفريزر التلاجة ما بياخدش حاجات كتير، فانا يعني نفسي اجيبه هنا بس المكان. وكمان لسه عشان انا لسه ما قفلتش البلكونه الصغيره، فانا اقول احطه يعني في البلكونه الصغيره، فانا لسه ما قفلتش البلكونه الصغيره. وبصراحه انا مش حابه، يعني انا مش حابه احطه في البلكونه الصغيره، لان البلكونه الصغيره انا لما بعد ما اقفلها هعملها زي خزين، يعني غرفه للخزين يعني. حد كان بيسألني الشقق فيها غاز؟ لا، الشقق ما فيهاش غاز. بس ان شاء الله قريب، كنت سامعة يعني ان قريب هيفتحوا التعاقد بتاع الغاز وكده، فان شاء الله اول ما يفتحوا التعاقد ونبتدي نتعاقد على الغاز او الغاز يدخل هقول لكم واعرفكم، عشان لو حابين اللي مستلم الشقة يجي يتعاقد. لانها بصراحة يعني ربنا يا رب يرحمنا جميعا من الانابيب مع انها متوفرة يعني، بس الغاز ارحم برضو. فان شاء الله كده الغاز يدخل على خير ونركبه كلنا بإذن الله. وكمان هقول لكم عشان يعني اللي استلم يجي كمان يتعاقد، عشان بيبقى يعني يوصلوا الغاز في الشقة. بس كنت اعرف يعني كنت سمعت ان لازم يكون في عدد في الشقة في العمارة يكونوا ساكنين عشان يوصلوا لهم الغاز وكده. كده بقى بعد ما خلصنا البوتاجاز وخلصنا الدنيا وخلينا الدنيا زي الفل، هنكنس بقى الارض بتاعة المطبخ ونخليها كمان زي الفل. تعرفوا ان انا لسه ماسحه اصلا المطبخ وما فيهوش اي حاجه، وانا دايما كده يعني دايما امسح المطبخ كده ما بخليش فيه حاجه يعني. بس كده خلصنا بقى والدنيا بقت زي الفل كده، عشان نبتدي نعمل الاكل. بحب كده اقف يا بنات وانا بعمل الاكل كده المطبخ يبقى رايق وما يبقاش فيه اي حاجه. ايوه كده الرش بقى المعطر عشان تبقى الريحه حلوه واحنا واقفين. انا جبت المعطر، جبت ازازه كده سايبه من سوق الخير يا بنات، وبحطها باخد منها جزء، برضو هو العود باخد منه جزء وازوده شويه ميه في البخاخه دي وبستخدمه. ريحته برضو جميله جدا. انا جبت خضار، مش جبت يعني، انا فتحت التلاجة محتاره بصراحه اعمل اكل ايه النهارده، ففتحت التلاجة لقيت في كوسه، فانا بحب اعمل الخضار بالشكل ده. جربوه كمان والله يا بنات تحفه جدا وهيعجبكم، والناس اللي عامله دايت ورجيم وكده حلو جدا. بس بدلوا بقى السمنه البلدي اللي انا هحطها او الزيت، احط معلقه سمنه بلدي صغننه او استبدلوها وحطوا زيت زيتون. انا جبت كوسه بقى وفلفل الوان وبصل، بحب اقطعه بالطريقه دي، ما بحبش اقطعه اللي هو صغير كده، احب اقطعه سوتيه كده عشان اعرف اشويه في الفرن بيبقى طعمه حلو جدا والله. انا بحب الطريقه دي جدا في الخضار. حطيت بقى معلقتين توم كده حلوين مفرومين، بيدي طعم حلو جدا مع الخضار يا بنات.
بس بقى هبتدي بقى ايه، كمان هضيف كمان البهارات بتاعتنا. هحط بقى ملح، فلفل اسود، شوية كزبرة، شوية شطة، شوية كمون، كده حبات حبات كده، حاجات بسيطة بس. كتر التوابل بتغمق يعني بتخلي الخضار غامق كده، ما بيبقاش الخضار حلو. فيدوب بس نحط اللي هي تبقى نكهة وريحة بس. تمام كده. بصوا انا ما عنديش بابريكا، كنت عايزه احط بابريكا بس ما لقيتش بابريكا. انا بحط رشه بابريكا صغيره كده بس تدي لون للخضار. انا ما بحط الصلصه خالص ولا بحط طماطم، بس عشان ما عنديش بابريكا فحطيت يعني معلقه صغيره من صلصه الطماطم الجاهزه. لو عندك طماطم متصلصه عادي حطي، ممكن حاجات بسيطه، بس انا يعني عشان انا بشويه في الفرن فبخليه كده، مش يعني ما بحطلوش طماطم كتير. بعد ما قلبته كده كويس هضيف له بس هنضيف بقى السمنة، واضيف معلقة زيت صغيرة. هنا الاول هنضيف كوباية مية، هي كوباية واحدة بس، انا بدخله الفرن مش بحطه على النار من فوق. بصراحة عملت النهاردة خضار كده، يعني ما عملتش لحوم ولا اي حاجة. فان شاء الله بكرة بقى يعني نظبط الامور. النهاردة بقى نضفنا الشقة وكنت عايزة اكل سريع، بس مش عايزين بقى الولاد بطاطس وجبنة وبيض وكلام من ده. قلت لا، اعمل لهم بقى شوية رز واي شوية خضار كده جنبهم. وهعمل بقى شوية رز بشعرية، انما ايه تحفة جدا بالسمنة البلدي. ريحة الشعرية لما بتتحمر في سمنة بتبقى ريحتها في حتة تانية. بعد ما حمرنا بقى الشعرية كده وخدت اللون الحلو ده، احنا بقى غسلين الرز بقى ومجهزينه. بيبقى نفسي والله اصور معاكم كل التفاصيل اللي انا بعيشها في اليوم عشان خاطر تبقوا مشاركين معايا كل حاجة، بس مش عايزة بقى الفيديو يبقى طويل عليكم وكده يعني. فبحب يعني ايه اختصر الموضوع كده واخد لكم فيديو قصير عشان آه يعني اشارك معاكم يعني اليوم وكده. بعد ما قلبنا بقى الرز والشعرية بشوية ملح ونشفنا الرز كده على النار، هضيف له بقى هضيف له المية السخنة ونسيبه بقى يستوي. بعد كده بقى نفرم شوية سلطة. يا بنات انا جبت القطاعة الخشب دي من سوق الخير، انا قلت لكم في الفيديو بتاع المشتروات. جبتها من محل الوان، الخشب بتاعها زان، زان يعني زان اصلي، مش اللي هي بتبقى البلانشة اللي بتبقى عليها قشرة من فوق او كده يعني. لا دي نوعها نضيف جدا والله. اسمه محل الوان في سوق الخير، في القسم اللي هو فيه العطارة والعطارة، وعندهم بتوع الصبانة وكده. في ناس بتبيع يعني الادوات اللي هي بتاعة المطبخ دي، جبتها منهم. بصراحة طنط عندها حاجات كتير حلوة هناك، عندها حاجاتها مستوردة وحاجاتها نظيفة جدا. جبتها منها من عندها يعني وكده. لان بتاعتي هناك في الشقة التانية بصراحة ما جبتهاش، لان انا عايزة اقول لكم على حاجة، ان انا بروح الشقة التانية اصلا. بروح هناك بقعد كام يوم، بروح يوم كده، لان ما اقدرش يعني ان انا افضل قافلاها هناك، فانا سايبة برضو فيها حاجات كتير هناك. وده كان غدانا النهاردة. بصوا الخضار تحفة جدا، جربوه بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات يا بنات. وكمان عملنا شوية الرز بالشعرية وشوية سلطة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وده كان غدانا. اللهم لك الحمد يا رب العالمين، دمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد مع شيماء يزيد والعبور الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.